قلبك أنقى بالقرآن، عاطفة أرقى بالقرآن، سعدك أبقى والقرآن زاد الأتقى. بالقرآن، قلبك أنقى عاطفة أرقى سعدك أبقى زاد الأتقى. دنيانا بهداه ربي وبه للحفاظ شفيع، تسمو فيه النفس وتعلو بجاه والله ربي. دنيانا بهداه ربيع وبه للحفاظ شفيع، تسمو فيه النفس وتعلو بجاه والله ربي. فاقرأ وارتقي رتل وارقى، فرفيق المصحف لا يشقى. المدرسة العراقية للعلوم الشرعية هي مؤسسة تابعة لديوان الوقف السني، أنشئت عام 2020. المدرسة فيها 9 أروقة، أحد هذه الأروقة رواق القرآن الكريم، وهذا الرواق فيه 5 زوايا. أحد الزوايا هي زاوية السواد، ثم زاوية التجويد، ثم زاوية القراءات، ثم زاوية التحفيظ، ثم زاوية التفسير. أقمنا من ضمن هذه الزوايا هذه الدورة اللي سميناها دورة الحافظ الرباني، والتي مدتها 15 شهرا يدخل الطالب فيها لحفظ القرآن الكريم ودراسة الفقه، باب الطهارة والعبادة والعبادات، وشيء من اللغة العربية، وشيء من القاعدة النورانية كذلك يدرسون. يحفظ الطالب في اليوم الواحد ورقة كاملة من القرآن الكريم، وجه وظهر. اليوم نحن في الشهر 11، الحمد لله عدد كبير من الطلبة أتم الحفظ، والآخرون يعني بعضهم وصل 25 وبعضهم وصل 28، والكل سائر على نفس يعني على المنهج الموضوع له. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا. الطالب يأتي إلى المدرسة ويسكن في المدرسة ويبيت في المدرسة، يأتي يلتحق يوم السبت صباحا إلى مساء الخميس، يعني 6 أيام يبقى الطالب في المدرسة، مبيته وطعامه وشرابه وحفظه ويتعلم الآداب كلها في المدرسة. يعني يأخذ 6 أيام هو في المدرسة، يذهب إلى أهله يوم واحد. فإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والفقه واللغة والآداب، يتعلم آداب النوم وآداب الطعام. كذلك يعني في هذه الدورة يبتعد الطالب عن الوسائل الحديثة التي ألهت كثير من الشباب مثل الموبايل، يعني لا يستعمل الطالب الموبايل في هذا المكان، وهذه يعني وحدها تعتبر إنجاز للطالب أنه عندما يبتعد عن هذا الموبايل اللي ألهى كثير من الطلبة. فالحمد لله نحن في نهاية هذه الدورة، والمدرسة في كل سنة يعني تفتح دورة جديدة. الدورة تكون مدتها من تاريخ 15/6، هذه خلينا نتكلم عن هذه الدورة من 15/6/2025 تنتهي 15/9/2026، يعني
على ذلك، يعني 1 و3 أشهر. فالحمد لله الوجبة الأولى نحن في نهايتها، وإن شاء الله سنقبل الوجبة الثانية يعني يوم 15/6/2026. جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يوفق جميع القائمين عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. في زمن كثر فيه التشتت، كانت سنة التحفيظ مدرسة للحياة قبل أن تكون مدرسة للحفظ. علمتني الالتزام والصبر واحترام الوقت، وجعلت علاقتي بالقرآن جزءا من يومي وشخصيتي. ظننت أنني ذاهب لأحفظ الآيات، فإذا بالآيات تحفظ أيامي من الفوضى. رتبت وقتي وهذبت طباعي، وعلمتني أن الإنجاز يبدأ بخطوة ثابتة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فتحة سكون هم، ميم فتحة هم، يا فتحة هم يا، تا فتحة يد، سين ألف فتحة مد، يتساء، همزة فتحة يتساء، لام واو ضمة لو، يتساءلوا، نون فتحة يتساءلون، عما يتساءلون، أقف عما يتساءلون. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له. القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه.
نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه.